أبو زيد يوسف رجل أمي نجح بترجمته مفهوم الطاقة النظيفة من مجسم صغير إلى حقيقة أرساها على ضفاف أحد الأنهر في ناحية شيلاتزي التابعة إلى محافظة دهوك. نفذ أبو زيد مشروعه بتوليد الكهرباء المستدامة بقوة المياه فقط بسبب استمرار تردي واقع المنظومة الكهربائية في عموم المحافظة، حيث ساعات التجهيز تصل إلى 9 ساعات في أفضل حالاتها. أنجزت المشروع بمساعدة صديق لي. جاءتني الفكرة بسبب ضعف تجهيز الكهرباء في منطقتنا. حسبنا مقدار الحاجة وكمية الأمبيرات المطلوبة لكل منزل. كلفة المشروع بلغت نحو 30 مليون دينار، صرفت على أعمال الحدادة وصب الخرسانة ومد أسلاك نقل الطاقة من وإلى منظومة التوليد. عنفات تدور بقوة المياه فقط، فتدور معها ميكانيكيا منظومة توليد الطاقة التي تنتج 40 أمبيرا مستمرة عبر نواقل الحركة. أول تجربة منحتنا 900 دورة والتي لم تكن كافية، فعملنا على تغيير المسننات والدينامو. الآن ومع استخدامنا لمسننات أكبر حصلنا على 2000 دورة في الدقيقة. فولتية الكهرباء الحكومية متذبذبة، وهي دائما ما بين 200 إلى 250 فولت. الآن تجربتنا منحتنا فولتية مستقرة دائما عند 240 فولت. استفاد المشروع من كمية الثلوج والأمطار التي شهدها هذا الموسم ورفعت منسوب مياه النهر، لكن صاحب المشروع وضع في حساباته أن المناسيب قد تنخفض في موسم الصيف، فعمد إلى اتباع طريقة مبتكرة لتلافي ذلك. جعلنا منظومة التوليد هذه تتحرك شاقوليا، ونستطيع أن نتحكم بارتفاعها وانخفاضها حسب منسوب المياه. يتم ذلك عبر بكرات متعددة تسمح لنا برفع أو خفض كابل المنظومة، وبشكل يجعل العنقات مغمورة دائما بالمياه. هذا المشروع احنا لنا علم واطلاع به مسبقا، وأخذ رأينا به. قلنا إذا تستوي قد مشاريع منطقتنا تقريبا كل الزينة. لا يفكر أبو زيد في الاستفادة المادية من مشروعه، فكل ما يفيض عن حاجته الاستهلاكية يقوم بتحويله إلى جيرانه مجانا. ما كذب من قال إن الحاجة هي أم الاختراع، وربما يكون أبو زيد يوسف الرجل الأمي واحدا من القلائل الذين أثبتوا صحة هذه النظرية. يوسف الحسيني، الحرة، ناحية شيلاتزي، محافظة دهوك.